يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: إن يوم الحسين أقرح جفوننا، يعني قد ما بكينا تقرحت جفوننا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكو، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال: كان أبي، يعني الإمام الكاظم، كان أبي إذا هل هلال محرم لا يرى ضاحكا أبدا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي منه 10 أيام. فإذا كان اليوم العاشر كان يوم حزنه وبكائه ومصابه، فكان يقول: هو اليوم الذي قتل فيه جدي الحسين. ويقول الإمام الرضا، هذا رئيس الخطباء ورئيس القارئين مصيبة الحسين: يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من آل بيته 18 رجلا ما لهم على وجه الأرض من شبيه. ولسان حال الشيعة بقلبي ماتمك يا حسين ينصاب. والله كل واحد يشعر بالحزن من محرم، بقلبي ماتمك يا حسين ينصاب، وذكرك من يمر الدمع ينصاب. بقلبي دون قلبك ريت، 1000 مرة مو مرة واحدة، قلبي دون قلبك ريت ينصاب، وخد دون خدك يا الوطي عليك الماء حزن يا حسين ينسال، انت جنيت انت وعليك السيف ينسال، والله ما لجل الثواب الدمع ينسال، لكن لجلك يا ضامي الغاية يا ضري لو أبكي عليك الدهر ما اندم ما اندم، مصابك صار لي بكل وقت ما اندم يا عين الما تبكي عليك من دايم، وبكي عليك الحجار يا ابني يا الزكي. هذا البيت واسألك الدعاء لولاك الفرض يا حسين ما تايم، وحق قلبك المنة ثلث، خرج ثلثا قلبه مع السام، وحق قلبك المنة ثلث ما تم إلك بقلوبنا يا حسين أبو علي، إلك يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، إلك بقلوبنا يا حسين ما تم ننوح عليك يا روحي يا الزكي. أي المحاجر لا تبكي عليك دما.